تعالوا بقى أوريكم أحلى طريقة تعملوا بيها القرنبيط وفي نفس الوقت طريقة سريعة جدا مش هتاخد منك وقت ولا تاخد غلبة. ودي الطريقة المصرية بتاعتنا، في طبعا ليه عدة طرق بس دي الطريقة الشائعة في مصر واللي بنعمل بيها دايما. أهم حاجة في القرنبيط إن احنا نختار القرنبيطة بطريقة صح، بمعنى إن هي تبقى لونها فاتح زي كده وتكون الزهرة قريبة من بعض. احنا بنقول عليها مكبوسة، يعني تبقى مكبوسة بالشكل ده. بجيب بقى القرنبيط بتاعي بشطفه الأول وبعد كده بحطه زي ما انتوا شايفين، بصوا الزهرات بتاعتها لازقة في بعض كده، وبحط بقى عليه مية من الحنفية عادي خالص. وبعد كده بحط عليه شوية معلقة من الملح ومعلقة من الكمون، والكمون مهم جدا سواء للقرنبيط أو للكرنب علشان القولون والغازات. وبحط معلقة كمان من السكر، السكر الحقيقة بيديله طعم حلو جدا. هاخد بقى القرنبيط احطه يستوي، وعلى ما يستوي اعمل الخلطة بتاعتي. في شفشق واحد، في شفشق الخلاط هحط كوباية من البقدونس، كوباية شبت، كوباية كزبرة خضراء، وكمان طماطميتين متقطعين، وفلفل حار طبعا دي حسب الرغبة، ومعلقة من الثوم المفروم، ومعلقة كمون برضو، وهحط ملح، معلقة ملح، واحط فلفل اسود، واحط كزبرة ناشفة. دي كده التوابل بتاعتنا. هضيف له بقى معلقة من الكركم، والكركم ده بيديله لون حلو وطعم حلو قوي. البيض زي ما انت عايزة، ممكن تحطي 4 بيضات، ممكن تحطي 2، ممكن تحطي 3، زي ما انت عايزة. ونحط نص كوباية مية كده عشان يلف في الخلاط. ودي كده الخلطة بتاعتنا جاهزة، مفيش أسهل من كده. أضيف لها بقى شوية دقيق، والدقيق على حسب ما الخلطة بتاعتك تاخد. يعني أنا هنا كده دي خفيفة، فأحتاج أحط لها شوية دقيق كمان لغاية ما تتقل معايا وتديني القوام التقيل، لأن لو قوامها خفيف مش هتلزق على القرنبيط. فده كده القوام المظبوط اللي هو يخلي الخلطة دي تبقى لازقة على القرنبيط ما تفكش مني. احط بقى عليها معلقة نشا علشان القرمشة طبعا، واقلبها كويس قوي. وبعد كده اجيب بقى دقيق، احط عليه برضو معلقة من النشا وملح، واحط عليه نفس التوابل اللي حطيناها في الخلطة بتاعة القرنبيط. حطيت شطة وكزبرة وكمون وفلفل اسود، نفس التوابل بتاعتنا بالظبط، ومعلقة كمان من الثوم البودر. هقلب كل ده مع بعض كويس قوي، واضيف له كمان شوية بقسماط. البقسماط بيديله برضو قرمشة وبيديله طعم مختلف تماما. اقلب بقى كل ده مع بعضه كده في الطبق، وبعد كده بقى اشوف القرنبيط بتاعي، اروح اجيب القرنبيط بتاعي واشوف استوى ولا لا. طيب هنعرف ازاي استوى القرنبيط؟ ان احنا نمسك الجذور بتاعته، ملكيش دعوة بالزهرة من فوق، دي كده كده بتستوي بسرعة. الجذور لو هي بقت طرية في ايدك كده يبقى كده خلاص هو استوى. وما تسيبيهوش كتير على النار عشان ما يتهريش، لان لو اتهرى اولا هيبقى طعمه وحش ومش هتعرفي تقلي، هيفك منك في القلي. هنطلع بقى القرنبيط يبرد، وبعد ما بيبرد باخده احطه في الخلطة اللي احنا عملناها. طبعا لازم نغرق القرنبيطة كلها من جوه ومن بره كده، لو في حاجة ما دخلش فيها الخلطة ندخلها ونحطها في الدقيق بتاعنا، ونعمل الكمية كلها مرة واحدة وبعدين نقليها. دي بتدي برضو قرمشة للقرنبيط. احط بقى في زيت غزير، وعشان ما تهدريش زيت كتير بدل ما تقلي في حاجة واسعة اقلي في حاجة ضيقة، هيبقى الزيت مغطي القرنبيط كله. ده كده بقى القرنبيط بتاعنا بعد ما استوى زي ما انتم شايفين ابيض من جوه، لون الكركم كمان حلو قوي في الخلطة، ومدي كمان طعم حلو قوي مختلف. ودي القرمشة بتاعت القرنبيط بتاعنا. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.